بعيدا ان نادي الزمالك خلاص بدأ ينقط من بداية الدوري وتعادل امبارح مع الاتحاد السكندري. انا ما اتكلمتش على الماتش عشان ما شفتوش، بس عرفت لهم هتعدوا كده وخلاص وبدأ ينقط وفرصة ان احنا نكسب بقى ومش عارف اول الحوارات دي. سيبك من كل دول، خلاص وصل ابراهيم قرر اللي هو لا خلاص يا جدعان والله انتوا صعبتوا عليا وانا هقعد معاكم وهمدد عادي ومش عايز امشي. بقيت الرجاله بقى محمد هاني بالشوبير بامام الاثنين دول انا واثق فيهم ان هم هيجددوا، بس كان محمد هاني او شوبير. حتى لو شوبير هيمشي بس هيجدد مع النادي الاهلي بعد كده يمشي عشان الاهلي مثلا يستفيد منه ماديا من الحوارات دي. تمام. بالنسبه لموضوع امام، هو الموضوع مبوخ. يعني انت لاعب كبير واحنا عارفين انت لاعب كبير، بس الموضوع بتاعك بوخ. خلاص هتجدد النادي الاهلي اتفضل جدد، مش هتجدد عايز تمشي اتفضل امشي. مش الاهلي اللي بيقف على لعيب، ولا الاهلي اللي بيقعد يقول للاعب لا خليك احنا باقيين عليك علشان انت لعيب كبير وقدامك 5 6 سنين في النادي الاهلي مستريح. مستريح. هجدد لك سنتين كمان على الاثنين التانيين او 3 على الاثنين التانيين، بقى 5 سنين في النادي الاهلي. انت نجم النادي الاهلي ونجم الشباك واعلى اعلانات واعلى كل الحاجات دي، حتى بوجود زيزو. انت واخد الاضواء، حتى بوجود زيزو انت واخد الصيت واخد الاضواء عليك. ما علينا من النقطه ديت. بس الموضوع بوخ. احنا لسه مش عارفين، يعني محدش بيطلع يتكلم يقول انت بتعمل ايه، ولا انت اساسا مصاب ولا لا اصلا. يعني في ناس كتير بتشكك ان انت مصاب وبتعمل الحوارات دي كلها عشان تضغط على الاداره ان انت مش عايز تلعب غير لما تجدد او يوافقوا على العرض اللي جاي. كونها قال لي انت عايز تروح، كونها ايه، كونها ابو قماش قال لي انت عايز تروح ديت ب 4.5 مليون دولار في الدوري التركي. طب انت عبيط يا ابني، انت هبل. فاحنا لسه مش عارفين موقفك الصراحه. الموضوع بقى بطين، الواحد اتخنق. هنبدا الموسم الاهلي بكره هيبدا ان شاء الله الموسم بتاعه، هيلاعب انبي الشرقيه وانت او الشرقيه انبي ما علينا. وانت لسه مش عارفين انت عايز تعمل ايه، هتلعب ولا لا، موجود ولا لا، هتمشي ولا لا، هتجدد مش عارفين، احنا مش عارفين. فمعرفش ملف دوت هيتحسم على ايه. وانت لعيب بضين الصراحه، يعني بحبك بس انت لعيب بضان. الواحد اتخانق منك اصلا.